لو كنت من جيل التسعينات أو بداية الألفينات فغالبا عدى عليك كرتون كالرانس. طفل عادي بيحب الحياة، بيضحك وبيعيش مغامرات يومية بسيطة. بس هل الكرتون ده بريء فعلا زي ما شكله بيقول، ولا في حاجة مستخبية تحت الضحك والمواقف الطفولية؟ النهاردة هنتكلم عن الجانب المظلم في كرتون كالرانس، واللي قليل جدا من الناس واخدين بالهم منه. أول نظرة على كرتون كالرانس هتفتكر إنه كرتون خفيف ولطيف للأطفال، بس أول ما تبدأ تتفرج كويس هتلاحظ إن في حاجات غريبة. شخصيات عايشة في بيئة فيها إهمال، تنمر، وأحيانا إيحاءات غريبة، حاجات مش مفروض الأطفال يتعرضوا ليها بالشكل ده. يعني مثلا شخصية كالرانس نفسه دايما متفائل زيادة عن اللزوم، وده بيخلي الناس تشوفه إنه مش طبيعي. صديقه جيف اللي عنده هوس بالترتيب والنظافة لدرجة مرضية، وسومو الشخصية العنيفة اللي بتحب الدمار. بس المشكلة مش بس في الكرتون نفسه، المشكلة كمان كانت ورا الكاميرا. عارف ان مبتكر كرتون كالرانس سبنسر روتش اتطرد من كرتون نتورك بسبب اتهامات سلوكية غير لائقة داخل مكان الشغل، وده خلى ناس ترجع تبص للكرتون بطريقة مختلفة. هل الشخص ده فعلا كان بيسيب رسائل خفية جوه الكرتون؟ في حلقات معينة بيظهر فيها مشاهد غريبة أو مريبة، في حلقة بتلمح لعلاقات غير واضحة بين الأطفال والكبار، وفي مشاهد في حلقة من الحلقات بيظهر شخصية الطفل في وضع خادش للحياة، واتشالت فعلا بعد ما ناس كتير اشتكوا. الغريب إن دي مش مرة واحدة، النوع ده من المحتوى اتكرر بشكل ذكي ومستخبي جوه الكوميديا، وده خلى ناس على الانترنت يعملوا فيديوهات كاملة عن ان كرتون كالرانس مش آمن للأطفال. في كمان اللي حلل شخصيات المسلسل من الناحية النفسية. كالرانس بيمثل الطفل اللي بيهرب من واقعه الأليم بالضحك والمبالغة. جيف شخصية ممكن تكون عنده اضطرابات قهرية. سومو عنده ميول عدوانية وبيحب يسيطر على اللي حواليه. البيئة نفسها كلها ناس مهملة، مدارس بايظة وأهالي مش مهتمين، يعني وكأن الكرتون بيعرض واقع مريض لطفولة ضايعة بس بشكل كرتوني. هل كرتون كالرانس فعلا شرير، ولا هو محاولة جريئة لعرض الواقع الطفولي اللي الناس مش بتحب تشوفه؟ كل واحد ممكن يشوفه بشكل مختلف، بس الأكيد إن الكرتون ده مش بسيط زي ما كنا فاكرين. لو عايز تتابع نفس المحتوى فيهم نفس الغموض والرسائل الخفية، ما تنساش تعمل لايك وتشترك، واستناني في الحلقة الجاية.